ازاي اسافر؟ انا سافرت مرتين تبع شركه سياحه، ومره انا بنفسي نظمت الحجز وحجزت الفنادق والطيران، وحددت البرامج اللي انا عايز اعملها بنفسي. الحقيقه المره اللي انا سافرت فيها لوحدي كانت افضل، وكانت اقل في التكلفه. شركه سياحه بحكم تعاملاتها مع الفنادق بتكون محدده جدا في اختيار الفنادق. يعني بتحدد عليك فنادق معينه، ما بيبقاش قدامك فرايتي كتير انك انت تختار الفندق اللي انت عايزه او الفندق اللي حد كلمك عنه قبل كده. كمان شركه السياحه بتعمل لك برنامج، وعاده البرنامج اللي بتعمله بيبقى رحله في خليج البوسفور او جزر الاميرات، ودي رحله اصلا انت ممكن تقوم بيها وتعملها باقل تكلفه. آه، الشاهد في الموضوع ان شركه السياحه لو هتعمل لك برنامج سياحي هتكلفك فلوس اضافيه. يعني فمن الافضل انك انت تعمل البرنامج بنفسك، ودي حقيقة كانت تجربتي. انا سافرت انا وزوجتي اسطنبول، وحجزنا فندق في قلب تقسيم. 4 5 ايام كلفنا في حدود 1500 ريال. كمان تيكت طيران كلفتنا على الخطوط السعودية في الوقت ده ذهاب وعودة في حدود ال 900 ريال للفرد الواحد. كان برضو في على الخطوط التركية في نفس الرينج، بس كان أغلى شوية. واستخرجنا التأشيرات بنفسينا، أنا عملت التأشيرة بنفسي، كلفتني تقريبا الفرد 400 ريال. الموضوع كله كلفني إن أنا أسافر أنا وزوجتي، أروح وأرجع واستخدم الفنادق هناك 5 ايام، واطلع تاشيرات في حدود 4300 4500 ريال. الفندق ضروري ان يكون الفندق في قلب اسطنبول، تحديدا في تقسيم. ليه؟ تقسيم فيها محطة مترو، فيها تجمع باص، فيها تجمع كبير للتاكسي. من تقسيم تقدر تتحرك في كل انحاء اسطنبول. حاجة تانية وده الأهم، إن تقسيم فيها شارع استقلال، والشارع ده من أجمل الشوارع في اسطنبول. 24 ساعة تقدر تتحرك فيه، حياة، شوبينج، أكل، فرق موسيقية في الشارع. يعني لو أنت كسلان مش قادر تتحرك كتير، مش قادر تركب مواصلات تروح في حتة، تنزل من الفندق بتاعك في منطقة تقسيم على شارع استقلال، تقدر تتمتع بوقتك، تتصور، تعمل اللي انت عايزه. تقعد قد ايه في اسطنبول؟ مش هبالغ لو قلت انك في كل لحظة، كل وقت بتقعد فيه في اسطنبول بتكتشف حاجة، بترتبط بالمكان اكتر. ولكن في رأيي الشخصي ان 6 ايام او 5 ايام كافيين جدا انك انت تستمتع بالحياة في اسطنبول، وتزور اهم معالمها، وتعمل الشوبينج بتاعك زي ما انت عايز.